ازيكم عساسيل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايبه لكم فيديوهات كتير، فيلا بينا على اول فيديو. الحقوني، انا اتضربت واتشدت من شعري في نص الشارع. دي بنت بتستغيث في الشارع من واحد ضربها وبيعتدي عليها بالضرب. ايه ده يا جماعه؟ ماشيه في الشارع لقيت واحد بيصفرني، بقول له بتصفر لمين؟ عدى الشارع وضربني. تضربني بالقلم وتشدني من شعري في وسط الشارع، وكل الرجاله دي واقفه محدش هيعمل حاجه. هو للأسف ده بيحصل. حصلت قبل كده وقعة لبنت، وكان في واحد بيعاكسها في الشارع وراحت رفعت التليفون وصورته. راجل صعيدي محترم راح وقف وبدأ يدافع عنها، فناس كتيرة بعدها اتلمت وبقوا يدافعوا عن البنت. صحيح بيحصل ساعات العكس اللي هو ده واللي احنا شايفينه قدامنا بفيديو متصور، وهو موجود في فيديو زي ده، ان حد يشوف بنت بتتعرض للإهانة والضرب بالشكل البشع ده. يعني هو ضربها كتير، ده بهدلها، يعني محدش يساعدها ومحدش يقف معاها. اتقبض عليه احسن، الحمد لله، ربنا يريحنا من الاشكال اللي زي دي. بصراحه انا بحب بصراحه اقرا الكومنتات، فتعالوا نشوف كده الكومنتات مكتوب فيها ايه. الله يكون في عون بنات مصر، والله يحمي بنات مصر، امين يا رب، وبنات الناس كلها. يعني برايك هي العقوبات الحاليه على التحرش رادعه بما يكفي؟ للاسف لا، انا شايفه انه لا. يعني لو كان في قانون رادع ما كانش واحد عمل كده في واحده في الشارع، وكان يبقى في ناس واقفه بتصور وما بتتدخلش. انا مش فاهمه، يعني هم دول اشباه رجال بصراحه. بالنسبه لي دول اشباه رجال، وبالنسبه لاي حد ممكن واحده تتعرض لموقف زي ده ومحدش يتدخل، دول اشباه رجال يعني، ولا يمتوا للرجوله بصله. اعتبرها اختك، اعتبرها مامتك بتتعرض لحاجه زي كده. في امهات كتيره صغيره في السن، وحتى لو مش صغيره، يعني ايه يعني؟ انا مش فاهمه بيفكروا في ايه وهم بيصوروا وسايبينها تتضرب. يلا نشوف اللي بعده. يعني انا عندي 11 سنه يعني. ده شكله فيديو لطيف. البراند بتاعي دلوقتي واسمه جاكس جرانولا، يعني على اسمي. فهي هيلثي قوي وما فيهاش اي مواد حافظه، وحتى مثلا الزيت هو زيت جوز الهند، يعني مفيد، يعني مش حاجه وحشه، وما فيهوش حتى سكر، هو عسل ومفيد قوي. واحنا كمان عارفه البراندز اللي هي الجرانولا اللي هي بتفضل تكسر الحاجات عشان تبان ان هي كتير، احنا ما بنعملش كده، احنا بنسيبها الحبه كده كامله وما بقالك قد ايه بتعمل الكلام ده؟ بتاع 6 شهور. برافو عليك، برافو عليك. خلاص انا هاخدهم منك واجربهم واقول لك رايي. ماشي. بس ده هو الاتنين 250 جرام، ده ب 300 وده ب 250 بس. حاجة مشجعة ان تبقى في اسرة بتحاول تزق تبوش اب كده ايه ولادها للنجاح. انه يبقى ولد عنده 11 سنة وان هو بيفكر، وان اهله اكيد ساعدوه بلا شك على فكرة. يعني الولد واضح ان هو ايه بيحاول يعني يثق في نفسه قوي ويعرف يتكلم ويشجع نفسه ومش عارفة ايه، هو شاطر وعنده ثقة في نفسه. بيحاول يزودها بان هو يشتغل وان هو يشتغل على روحه. انا بحب قوي العائلات اللي بتساعد ولادها ان هم ينجحوا، يعني من كتر ما هو بيبنوا فيه يعتمد على نفسه، بيبنوا فيه ان هو يكون شخص بيعرف يقنع اللي قدامه بشكل كويس. بيحاولوا يثبتوا له انه هو شاطر، انت تقدر، انت تعرف، انت تقدر تنجح، انت مش ناقصك حاجة عشان تكون احسن حد في الدنيا. هما بيكونوا الدفعة الاساسية اللي بتخلي الطفل ده يا اما يطلع انسان ناجح وعقلية وشخص ناجح ورائد اعمال، او ايا كان بقى هو عايز يشتغل ايه او عايز يطلع ايه، او هما برضو اللي يحسسوه انك غبي وفاشل وحمار وما بتفهمش وبقالك ساعه في المساله دي ومش عارف تحل، ده انت متخلف. هما دول اللي بيبنوا البني ادم بصراحه. فبرافو. في ناس لذيذه في الكومنتات كاتبه بتقول نفسي اعرف بيبيع ايه. هو قال جرانولا،
الجرانولا بتكون عبارة عن شوفان متحمص محطوط له قرفة وعسل وحاجات صحية، على مكسرات، على زبيب، ممكن جوز هند مبشور او مجروش. بيبقى طعمها جامد جدا بصراحة باللبن وبالزبادي، ممكن تحط عليها زبادي يوناني وممكن تحط عليها زبادي عادي، فبتبقى فظيعة وتحفة، طعمها رائع وبتخسس. السعرات بتاعتها عالية ولكن سعرات يعني صحية، زي فكرة انك تاخد افوكادو باللبن والعسل كده، يعني دهون عالية بس دهون صحية مفيدة يعني. ودي الصفحة بتاعته سايبها لكم علشان لو عايزين تشتروا منه، اسمه جاك جرانولا. يلا بينا نشوف الفيديو اللي بعده. انا كنت بستغرب قوي من الناس اللي بتحب الرسول عليه الصلاه والسلام بزياده، الناس اللي لما تقعد معاها تقول فداك ابي وروحي يا رسول الله، الناس اللي بتتبع كل السنن بتاعته، الناس اللي تقول لك انا نفسي قوي ان انا اروح المدينه عشان ازور الرسول. عارفين انتوا الناس دي انا كنت بستغرب جدا منهم في وقت ما، واقول هي الناس دي اوفر ولا انا اللي جاهله؟ هو الناس دي عارفين حاجه انا مش عارفاها؟ طب هم ليه حاسين الاحاديث؟ انا كنت بحس كده فتره كبيره من عمري، انه يعني اللي بيروحوا عمره بيضيعوا فلوسهم والله، يعني يدفعوا مبلغ قد كده عشان يروحوا يصلوا ويدعوا، ما يدعوا في بيوتهم يعني، والدعوه هتروح برضه وهتستجاب ان شاء الله، ويروحوا يصلوا في المسجد النبوي ليه يعني؟ مش فاهمه. لغايه لما رحت شفت الكعبة وشفت قبر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هناك بتحس وبتعيش اللي ما عشتوش، بتكتشف انه لا، في احساس مختلف، في راحة لما بتسمع كمان عن سيدنا محمد. يعني انا حسيت وانا هناك بأشعار، يعني ايه انا قدام قبر سيدنا محمد، وهو لما بقول له السلام عليكم بيرد عليا السلام. هو بيرد عليا السلام، هو بيسمعني، ازاي يعني؟ مخي ما كانش مستوعبها بصراحة، بس هي لحظة ما تتوصفش، هي ممكن اوصفها بس مش هتعرف توصل للإحساس غير لما تروح. وحاجة تانية، لما سمعت عن سيدنا محمد وعن قصص سيدنا محمد، لما بقيت اعمل احاديث وادور واعرف احاديث واقولها لكم واكون عارفاها قبل كده، وفي حاجات كنت بدور عليها عشان اقولها لكم، بدأت اسمع قصص انا يعني مش عارفه يعني. اكتر قصه اثرت فيا لما كان سيدنا محمد نادى على السيده عائشه كده وقال لها عايزه تتفرجي، كان في اولاد من الحبشه قاعدين بيلعبوا في الحوش قدام بيت سيدنا محمد، فالسيده عائشه شافتهم، فسيدنا محمد قال لها ايه، عايزه تشوفيهم وعايزه تبصي تتفرجي عليهم؟ قالت له فراح قال لها طيب تعالي صلى الله عليه وسلم. وقف وهي راحت وقفت وراه عشان ما تبانش يعني ومحدش يشوفها، وبعدين راحت حطت دقنها هنا كده عند كتفه، يعني هو واقف وهي حطت دقنها هنا كده، فوقفوا شويه، فسيدنا محمد بيقول لها اكتفيتي يعني خلاص شفتي وشبعتي؟ قالت له لا. الحديث ده عن سيدة عائشة، بتقول ايه؟ بتقول ان هو بيقول لها هل اكتفيتي؟ فهي قالت له لا، وهي كانت حست انها مش عايزه تتفرج تاني، بس قالت له كده علشان كانت عايزه تشوف صبره عليها وغلاوتها في قلبه. فده معناه قد ايه هو كان حنين ولطيف ورقيق كده مع اهل بيته. وحاجه تانية سريعه برضه اقولها لكم كده على السريع عشان وقت الفيديو، كان كل ما يدخل البيت يكون في خدمه اهل البيت، يعني لما يشوفهم مثلا بيطبخوا يروح يكمل معاهم لغايه الثوب بتاعه، فكان في خدمه اهله. فدي برضو من الحاجات اللي خلتني احس بألفة كده وحب لسيدنا محمد قوي. ربنا يجعله شفيع عننا جميعا يا رب يوم القيامه، ونشرب من ايده يا رب شربة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب. طب هم ليه حاسين الاحاسيس دي وانا مش حاساها؟ طب هي المشكله فيهم ولا فيا؟ فلما حسيت الاحساس ده في وقت ما قررت ان انا محتاجه اقرا عن الرسول واعرف عنه. المهم انا كنت الشغل بتاعي بياخد ساعه كل يوم رايح ساعه جاي، فقررت ان انا هسمع بس وانا رايحه ساعه واحده كل يوم حلقه. من كتر شغفي وتعلقي بالطريقه وبالسرد وبقد ايه هو عرفني عن الرسول، قد ايه خلاني فعلا ابقى من الناس اللي بتقول انا نفسي اروح ازور الرسول، انا نفسي اشرب من ايد الرسول. انا بقى الحب اللي الناس كانت بتحبه للرسول ده بقى جوه قلبي انا. فحسيت انه لا، المشكله ما كانتش في الناس، المشكله كانت فيا. كان عندي جهل، ما كنتش اعرف الرسول، انا ما كنتش اعرفه. يعني انا بالنسبه لي كانت اول مره في حياتي اتعرف عن الرسول. انا دلوقتي عندي كام سنه؟ بغض النظر بقالي سنين كتير قوي عايشه
ما اعرفش الرسول، ما اعرفش بيقول ايه، ما اعرفش هو بيعمل ايه، ما اعرفش بيعلمنا ايه. انا جايه اقول لكم اتفرجوا على السيره النبويه بتاعت احمد عامر عشان مختلفه تماما، بتناسب كل الفئات، صغير وكبير، حد مشغول، حد مستعجل، حد فاضي. خطير يا جماعه. بتحس معاه ان انت دخلت جوه حياه الرسول والصحابه، تحس ان انت مش قادر. يعني انا كنت بتفرج كل يوم في البدايه، كل يوم حلقه رايح، انا بقيت اتفرج حلقه رايح وحلقه جاي وحلقه وانا بروق وحلقه قبل ما انام. احلى حاجه تعملوها في نفسكم انكم تسمعوا قصص انبياء، مش بس سيدنا محمد، سيدنا محمد اكيد، وقصص انبياء، عشان فيها راحه واحساس بان انت مش لوحدك اللي مبتلي، مش انت بس اللي عندك مشكله، الناس كلها عندها مشاكل، ان اللي انت فيه ده مر على انبياء وعاشوا انبياء وتخطوه بالدعاء. يعني من اكتر الادعيه السهله والجميله واللي تحفه وما توقفوهاش مهما كان عندك مشكله، بس قولها بيقين وبثقه في الله، اللي هو الدعاء بتاع سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فربنا قال فيما معناه: وكذلك نجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. يعني احنا كمان ممكن ربنا، يعني لو قلناها بقلب خاشع ويقين، فان ربنا هيفرجها علينا، هيفرجها. خدوا لحظه للتفكير كده، ولازم تعملوها، لازم تسمعوا قصص انبياء. يعني بصوا، الدنيا دي هتحس ان هي ولا حاجه ولا حاجه، وكله هيعدي، كله بيخلص، وان الفرج جاي بعد العسر، لان ربنا قال ان مع العسر يسر، يعني مش هيفضل. بس كده خلاص، احنا خلصنا الفيديو لحد هنا. ولو فضلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان نوصل ل 10,000 مشترك قريب جدا. قولوا لي رايكم في الكومنتات لو عجبكم الفيديو ده، واعملوا لي منشن باي حاجه عايزيننا نتكلم فيها الفيديو الجاي على التيك توك.